ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الصابون في البيت بطريقه سهله جدا ومكون واحد بس. هو موجود في محتوى الكيس دوت، وممكن تخففيه على 4 لتر ميه او 8 لتر حسب ما انت عايزه تقل الصابون بتاعك. وكمان حلو جدا وامن على الايد، مش بيخليها تنشف او تبوظ من الصابون. فتعالوا مع بعض بقى نجربه كده سوا. هتفتحي الكيس هتلاقي فيه 2 عبوة من جوه، واحد بودر وواحد معجون. هجيب كده البودر وافتحه واحطه في الطبق حسب ما انتي عايزة الخامة بتاعت الصابون بتاعتك، يعني تقيلة او خفيفة. انا هعمله على حوالي 6 لتر من المية. هحط كده محتويات الكيس التاني اللي هو المعجون عليه، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية لما يمتزجوا مع بعض. نقلبهم بقى كويس كده، وهنا لازم تقلبي كويس علشان يختلطوا مع بعض ويمتزجوا مع بعض كويس. بس كده. بعد كده هضيف عليه حوالي 6 لتر من المية. اللتر، هاتي الازاز اللتر اللي هي بتاعت العصير دي او البيبسي وزودي بيها. بعد كده هتقلبي الخليط بتاعك كويس جدا. هتلاحظي وانت كل ما بتقلبي الخليط بتاعك بيتقل. بصوا لغاية لما تقيل معايا كده. بعد كده هتجيبي بقى الازاز بتاعتك وتعبيهم فيها، وتملي بقى حسب الكمية اللي انت عملتيها. تعالوا بقى ناخد شوية صغيرين كده منه ونجربهم سريعا كده عامل ايه وبيرغي كويس ولا لأ وحلو ولا ايه. يلا بينا نشوف مع بعض. خدت بقى شوية من الصابون كده وجبت سلكة كده نضيفة، وقلت اغسل بقى شوية الكوبايات كده واجربها، واجرب الصابون حلو ولا ايه. طلع كويس اهو، بيرغي حلو. بصوا، تعالوا بقى نغسلها ونشوف النتيجة بتاعة الصابون. بصوا الكوباية بتبرق ازاي، بجد حلو وعجبني. وكمان بعد ما خلصت الكوبايات لقيت الملمس بتاع ايدي ناعم كده وما بوظت الايد خالص. حبيت هنا جيركن كده من الصابون، وبعد كده لقيته برضو تقيل، زودت عليه لتر تاني من المية، يعني حوالي 6 لتر او 7 لتر. وبرضو السمك بتاع الصابون تقيل معايا وحلو، عامل زي العسل كده. فبجد حلو اوي عجبني. هنا عبيت جيركنين ده حوالي 2.5 لتر، يعني 5 لتر، وفي حطيت لتر في الصبانة بتاعت الصابون كده. يعني كده معايا 6 لتر، واتبقى حبة كده صغيرين. بجد حلو قوي، وجربوه هيعجبكم. هتلاقيه معاكي كده عامل زي العسل. بصي الصابون عامل ازاي، ولما تجيبيه هتلاقيه كاتبلك على العبوة من ورا امن على البشرة تماما. البشرة. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش تعملوا لايك وشير والاشتراك في القناة. وكنت معاكم من مطبخ لينا. باي باي.